السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم خالد هيثم وحلقة جديدة من توب 10 كورة. حلقة النهاردة مش هيبقى فيها بقى توب 10 أو أحسن 10. حلقة النهاردة تبقى حلقة استثنائية شوية، هنتكلم فني وهنتكلم عن ديربي بكرة ما بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري. مبدئيا احنا بنصور الحلقة دلوقتي بالظبط يوم 10 مارس الساعة 9 بالليل، يعني قبل الديربي ب 24 ساعة. نبتدي بالزمالك اللي أتوقع إنه بنسبة كبيرة هيلعب بنفس التشكيل ونفس الخطة اللي لعب بيها قدام الأهلي من 3 أسابيع بالظبط، وهي 5-4-1. الزمالك آخر ماتشين في الدوري وفي الكاس قدام إنبي وقدام مودرن فيوتشر لعب بخطه 4-5-1. انا اتوقع ان الزمالك مش هيلعب بالخطه ديت بكره، وهيرجع لنفس الخطه اللي لعب بيها من 3 اسابيع وهي 5-4-1. اتوقع ان باسيرو هيبدا بالتشكيل دوت، وهو الونش وجنبه حسام عبد المجيد وصلاح مصدق، على اليمين عمر جابر وعلى الشمال بنتايك، قدامهم اثنين دونجا ومحمد شحاته، وقدامهم عبد الله السعيد، على اليمين احمد السيد زيزو وعلى الشمال ناصر ماهر، وقدامهم مهاجم وحيد سيف الجزيري. بس في نقطه مهمه جدا ناسيينها ومش عارفين هو يلعب بمين فيها، وهو حراسه المرمى. انا شخصيا اتوقع ان الزمالك هيبدا بعواد، لكن في احتمال كبير جدا لا يقل عن مثلا 30% ان ممكن نلاقي محمد صبحي هو اللي هيلعب بناء على المستوى الكبير اللي عمله في كاس مصر قدام فيوتشر. في حاله لو الزمالك بدا بالتشكيل دوت هيبقى عنده تبديلين مهمين جدا في الشوط الثاني. اتوقع حسام اشرف هيشارك في الشوط الثاني على الدقيقه مثلا 60 او 65 مكان سيف الدين الجزيري، وكمان هيبقى في تبديل مهم جدا وهو احمد فتوح اللي ممكن يلعب في مركزين في الماتش دوت. ممكن يلعب في مركز 8 جنب دونجا او محمد شحاته، وممكن يلعب وينج شمال قدام بنتايك. في حاله لو نزل مكان محمد شحاته ولعب في نص الملعب هيبقى فتوح ودونجا، قدامهم عبد الله السعيد وناصر ماهر وزيزو. اما بقى في حاله لو لعب وينج شمال ففي الحاله ديت الماتش هيتغير خالص، لان في اكتر من لاعب هيغير مركزه. في الحاله ديت هيبقى الزمالك بيلعب بالشكل دوت، ان عبد الله السعيد ودونجا في نص الملعب، قدامهم ناصر ماهر، وعلى اليمين زيزو وعلى الشمال فتوح. طيب خطوره الزمالك هتبقى فين؟ خطوره الزمالك هتبقى في الباكين، وده اللي احنا شفناه في الماتش الاولاني قدام الاهلي. عمر جابر وبنتايك كانوا هم اكبر مصادر الخطر في ماتش الاهلي والزمالك اللي فات، وفي الخطه ديت بالذات الباكين بياخدوا راحتهم جدا، لان بيبقوا متغطيين من لاعب نص الملعب اللي هو مثلا دونجا او محمد شحاته، بالاضافه ان في 3 لعيبه واقفين ثابتين ورا في مركز الدفاع، فبينطلقوا بيعملوا جبهه قويه جدا على اليمين سواء مع زيزو او على الشمال سواء مع مصطفى شلبي او ناصر ماهر او عبد الله سعيد اللي لعب وينج ليفت في ماتش الاهلي الاولاني. طبعا كلنا شفنا في الماتش الاخير اللي ما بين الاهلي والزمالك اللي خلص 1-1 ان بنتايك كان هو نجم الماتش وسجل هدف وخد رجل المباراه، ودي طبعا نقطه مهمه جدا هنتكلم عنها بس لما نروح للنادي الاهلي. اتوقع برضو ان سيف الجزيري لو مش في حالته الزمالك هيعاني معاناه كبيره جدا في غياب ناصر منسي. نروح بقى للنادي الاهلي اللي انا بصراحه ساعات كده بحتار مع كولر وببقى مش عارف اللعيبه اللي هتبدا مين، لانه بيعمل روتيشن كبير جدا وبيغير في اللعيبه كتير جدا. لكن انا شخصيا اتوقع ان هو هيلعب بالشكل دوت: محمد الشناوي في حراسه المرمى، قدامه مصطفى العش واشرف داري، على اليمين محمد هاني، وعلى الشمال الدبيس. قدامهم 3 مروان عطيه واحمد رضا وامام عاشور، على اليمين حسين الشحات، وعلى الشمال بن شرقي، قدامهم مهاجم وحيد وهو جراد شار. الاهلي هيغلط غلطه كبيره جدا لو بدا باكرم توفيق باك يمين، والسبب ان اكرم توفيق لعيب مش هجومي، هو لعيب دفاعي ممتاز، يقدر ان هو يقفل لك على اي وينج زي مثلا زيزو او اي لعيب حريف يقفل لك عليه ويعمل لك ورا دور دفاعي ممتاز، لكن دوره الهجومي ضعيف جدا، وده بيخلي الباك ليفت بتاع الزمالك او الباك ليفت الفرقه اللي بتلعب قدامك يروح بكل كوره وينطلق وما يخافش ان هو يهاجم، لان في الحاله ديت الباك ليفت بياخد راحته جدا في الهجوم، لانه بيبقى عارف ان الباك رايت اللي بيلعب قدامه اصلا مش لعيب هجومي ودايما ثابت ورا، فبتبقى المأموريه سهله جدا ان هو بيلعب على لعيب واحد اللي هو مثلا الوينج رايت او مثلا حسين الشحات في الماتش دوت، فيبقى سهل جدا ان هو يقدر يغطي عليه هو او مثلا دونجا في نص الملعب، او لو رجع معاه مثلا ناصر ماهر، يعني هيبقى ساعتها الموضوع ملموم. فمثلا هنقول لو محمد هاني لعب في الماتش دوت هيفرق كتير جدا مع النادي الاهلي، لان محمد هاني حتى لو دوره الدفاعي ضعيف شويه عن اكرم، وحتى لو دوره الهجومي يا سيدي مش قوي قوي يعني ومش اوفرات وحريف، لكن هيعمل قلق وخطوره وهيثبت بنتايك ورا شويه. طبعا الكلام دوت مش هيكمل غير لو ناصر ماهر رجع شويه مع بنتايك في الحته الدفاعيه عشان يكتف حسين الشحات. في الحاله ديت الزمالك هيسيطر سيطره كامله على الجبهه ديت، وده اللي حصل في ماتش الاهلي والزمالك في الدور الاولاني. كل اللي انا قلته ده بقى اتوقع انه هيحصل عكسه ناحيه الشمال اللي هيبقى فيها بن شرقي وكريم الدبيس. كريم الدبيس لعيب بيعرف يرقص وبيرفع اوفرات حلوه ومش لعيب دفاعي، بالاضافه طبعا ان اشرف بن شرقي لعيب قوي جدا ولعيب ممكن يخلص لك الماتش في نص هجمه، فاتوقع ان بدايه اشرف بن شرقي هتهدي الدنيا شويه عند عمر جابر، مش زي الماتش اللي فات اللي الزمالك كان طاير من ناحيه الجناحين وكان طاير من ناحيه الباكين بسبب ان الهجوم عليهم كان ضعيف جدا، فواخدين راحتهم في الهجوم. اكتر مركز طبعا كلنا مختلفين عليه ومش عارفين كولر هيبدا بمين هو مركز المهاجم. انا شخصيا بفضل ان وسام ينزل الشوط الثاني،
وسام بقاله فتره كبيره ما كانش بيلعب وكان راجع من اصابه، واتوقع ان نزوله في الشوط الثاني في وقت الزمالك ممكن يبقى مهاجم فيه، او مثلا الزمالك فاتح فيه وسام سريع وممكن هو بهجمه مرتده يخلص الماتش. فانا افضل ان وسام ابو علي يبقى ورقه رابحه في الشوط الثاني ينزل والزمالك فاتح ومهاجم، علشان وسام سريع جدا وبيعرف ان هو يلعب على هجمه مرتده. في ورقه رابحه انا اتوقع ان كولر هيستخدمها في الماتش دوت، وعندي احساس ان هو هيشارك، ممكن حتى ان هو يشارك من بدايه الماتش، وهو عمر كمال عبد الواحد. عندي احساس ان عمر كمال عبد الواحد هيبقى مفاجاه الماتش دوت، وممكن ينزل في الشوط الثاني او حتى ممكن يبدا الماتش ويبقى هو اللي هيعمل الدور بتاع محمد هاني اللي انا قلت عليه. عمر كمال لعيب هجومي جدا، ولو لعب مع حسين الشحات في الحاله ديت بنتايج هيثبت ورا، واستحاله انه يتقدم زي ما حصل في الماتش الاولاني عكس اكرم توفيق. توقع انا الشخصي بدون بقى ما ابقى حيادي او ان انا ادعي الحياديه، بس انا حاسس ان الماتش ده هيخلص تعادل. عندي احساس كبير جدا الماتش ده يخلص تعادل بنتيجه 2-2، يعني انا حتى حددت النتيجه من دلوقتي اهوت، انا حاسس الماتش دوت هيخلص بنتيجه 2-2 ويخلص بالتعادل، وهتبقى هديه زي الفل للبيراميدز ان هو يتقدم بيها وياخد الدوري. احساسي كمان ان الماتش دوت هيبقى فيه ضغط جامد جدا على الحكم، لو فعلا الحكم مصري فانا احساسي ان الماتش دوت هيبقى فيه ضربه جزاء لفرقه من الفرقتين، او حتى ضربتين جزاء، يعني الماتش دوت ممكن يخلص 2-2 ويبقى فيه ضربه جزاء لكل فرقه. دول كده كلمتين، مش عايز اطول عليكم قوي، بس قلت ان انا اطلع دردش معاكم كده قبل الماتش. انا شخصيا بحب ماتشات الديربي جدا، وبحب اتفرج على ماتشات الديربي حتى في اي بلد. اتمنى ان شاء الله الماتش بكره يبقى ممتع، الماتش بكره فنيا يبقى حلو، الماتش بكره ما يبقاش فيه مشاكل سواء بقى في الماتش او حتى على مستوى الجمهور. اتمنى ان شاء الله ان احنا نستمتع بماتش حلو بكره. وفي نهايه الحلقه طبعا ما تنساش تعمل لي لايك وشير وسبسكرايب، وتكتب لي في الكومنتات توقعك لماتش النهارده هيخلص كام. ان شاء الله نتقابل الحلقه الجايه على خير. السلام عليكم.